يلا يلا يلا. روح. الله. يلا يا شباب. شوف في هجوم. وين خير وين خير. لا في هجوم الحمد لله. اهم شيء. شو بيسوي الطاطا جوجوتيه؟ الله. صور هذه قاعد يسوي جوتي جوج كاظمه. شوف الاخلاق. الغتساوي قاعد يسوي. شوف الاخلاق. الغتساوي قاعد يسوي قاعد يعدل كلام جوتي ان شاء الله. والله انهم ريايين. اخوان لان ما في المنتخب. بالنهايه المنافسه وين؟ اي نعم. المصيد الاخضر مو برا. هذا اخوان وحبايب. نعم. حتى في الملعب. حتى داخل الملعب اخوان. رجعنا لكم مشاهدينا واحنا متواجدين حاليا على استاد صباح السالم مباراة القادسية وكاظمة وابو خالد زعلان. خالد زعلان وايد انت. اي والله زعلان على ربعي اللعب لنا والقول لهم. شفت شلون؟ اللعب لنا والله يعني ما شد يعني مو مسافة انحياز 4 مرات انفراد في الجول ماكو جول. الحظ مقبس وياهم. اي والله هذا احنا الحين شوف الحين لا سمح الله بعيد اشتر لو انغلبنا هناك كل الانديه فيصل اللي صالحنا لو فزنا. بس على العكس صحيح هذا حظ طول عمرنا هالشكل. زين ابو خالد لو انت مدرب نادي القادسيه شو اسوي؟ شو تسوي؟ شلون تشكيله تلعب فيها؟ ما ابي ادخل بالسياسه. لا مو سياسه انا ابي تشكيله يعني تلعب فيها. اي تشكيله بالعكس من احلى ما يمكن ربعنا زينين. بس انت اول شيء عارف الوضع الماي الموجود وعارف وشايف انت بالماي وبالهواء ضدنا وبالغربال اللي صار كله هذا وبالحظ الردي اللي احنا فيه هذا الحين صار. بس فريقنا هم زين يعني لو جو زين واللاعب الملعب مساعد كان المستوى احسن بعد. كان الله العالم كم جول. زين من متى ابو خالد؟ مع احترامي نادي كاظمه نادي عريق ونادي زين وناس لاعبين يعني نصهم من المنتخب. خالد انت قاعد تساوي معروف يعني ما راح يزعل منك هتساوي يعني كلمك على راحتك قول تبي. لا ما قاعد اغلط. انت اقول شيء حلو يعني انت تمثل وجهه نظرك في نادي القادسيه. اي نعم يعني لو يلعب نادي القادسيه مع اي نادي راح تقول نفس وجهه النظر اللي انت قلتها الحين. لكن سؤال من متى تشجع نادي القادسيه؟ من يوم كان عمري 10 سنين. 10 سنين ومتعود كل مباراتكم موجود؟ هذا مستحيل ما اقدر اذا كنت انا مسافر ولعبي حق القادسيه يمكن ما يقرب فوق 20 25 مكالمه انا مع الملعب. دوليه والله مكالمات بعد لو عنده بعد 3 جي كان فتحت وياه. زين ابو خالد يقولون يعني قدساوي يقولون اللي موجودين يعني معك بالملعب وكذي والجمهور وهم الغير قدساوي يقول ابو خالد لما يقعد في المباراه وايد يتحلطم وايد يعصب وايد يندمج. بس ما اذي ما اسب ما قل ادبي احترم اللاعب احترم الحكم احترم الاداري احترم النادي ما اعصب. ما انا اعصب على نفسي اعصب على ربي اعصب على نفسي على شغلي. لكن اني اعصب على واني اسب وقله ادب استحاله. لا بالعكس اول شيء لازم احترم نفسي كانسان واحترم نفسي كفنان واحترم المنصه اللي انا ضيفيني فيها واحترم لازم يكون عندي روح رياضيه يعني لازم. في المقابل في بعض الجمهور تلقاه يسوي لويا ويحذفون يسوون سوالف. عاد هذول ضعف انفس. هذا لا يفترض انه يدرون ان اللعبه هذه منقوله بالتلفزيون وعلى الهواء يعني اي اساءه اي شغب فيه يسيء في الملعب يسيء للبلد يسيء للوجهه الرياضيه الواجهه الرياضيه للبلد. مو حلوه صح حيل مو حلوه يعني تفتكر يعني الكاميرا مو عليك الصوت يا اخي الصوت يسري. نعم الصوت يوصل الناس توصل. هذا من متى احنا عندنا في الملاعب الحكي هذا صحيح عيب يعني اكبر عيب يعني خالد انا اللي اعرفه انت من كثر ما انت متحطم في نادي القادسيه وفي لاعبين نادي القادسيه. نعم. رحت السعوديه الشقيقه اخواننا وحبايبنا هناك شجعت احمد عجب بنادي الشباب مع انك انت تشجع نادي الهلال وعضو شرف فيه. شوف انا ويا ولد عمي على الغريب وانا ويا اخوي على ولد عمي على قولتهم. انا واخوي على ولد عمي وانا عمي على الغريب. لكن مو غريبين السعوديين حبايبي واهلي واخواني وكلهم. بس عجب يشكل ديرتي يعني يمثل ديرتي يمثل نادي القادسيه. الولد احبه لاعب بس مر في مرحله شوي جدا وايد كان بس الحمد لله اسعدني لما جاب جول ودخلهم المربع الذهبي. نعم. لكن حظ الردي مسكين تعور اصيب والحين رجع مره واحده خلاص. ان شاء الله قريبا نلقاه يلعب ان شاء الله. لكن نادي الهلال عريق نادي الاهلي عريق ونادي الشباب من الانديه اللي تنافس
ونادي بعدين الدوري السعودي من الدوري اللي من الدوري اللي ينشاف بشده ينشاف يعني ينشاف وتتمتع فيه. وفي كم محترفين وايد وفي نظام احتراف نقول كلي مو جزئي. نتمنى يكون عندنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب يا رب عشان نقول حق الناس فعلا الكره الكويتيه بخير. شنو بعد تتمناه في الرياض بالكويت؟ اتمنى ان شاء الله يفوز الراسيه الحين بس. كم تتوقع؟ ما ابي اي شيء. كم تتوقع؟ ما اتوقع كله بامر